هنبطل عيش، هناكل ايه؟ صباح الخير. السؤال ده اتسألته كتير في كومنتات كتير على كل البوستس اللي بتتكلم عن العيش واللي مش بتتكلم عن العيش. النهاردة هتكلم عنه باستفاضة وهرد عليه ردود واسعة. اول رد، احنا كلنا لازم نتفق ان العيش عادة. احنا تعودنا ان احنا بناكل عيش. انا باجي الصبح اجيب طبق الفول بتاعي ورغيف العيش وكده انا تمام، حتة الجبنة وطبق ورغيف العيش وانا كده تمام. كسر العادة بعادة. ابطل العيش، اكل بالمعلقة، ابتدي احط له بدايل تانية. الجبنة انا باكلها بالخيار، بعمل الخيار شرايح وبفرد عليها الجبنة. طب انا كلامك مش عاجبني، انا مش هشيل العيش. انا عايزه عيش صح بس مش هشيل العيش، اديني حاجة شبه العيش. في 4 اختيارات. الاختيار الاولاني العيش بتاع الشوفان، بشرط تكون عارف ان هو شوفان، مش مجرد دقيق ابيض عليه الوان او شوفان عليه دقيق، ولازم تقرا مكوناته. وطبعا بيتعمل في البيت وسهل. تاني حاجة العيش المعمول من العدس، مناسب جدا ومناسب جدا للناس اللي عندها مقاومة انسولين. تالت حاجة العيش المعمول من بذور الكتان والشاي، برضو مناسب جدا ومناسب للناس اللي بتعمل كيتو دايت، وهنتكلم عليه مرة لوحده. رابع اختيار وانسب اختيار بالنسبة لي واكتر حاجة انا بفضلها فيهم العيش المعمول من الجبنة القريش. ليه؟ ل3 اسباب. مشبع جدا، القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا لان فيه نسبة بروتين محترمة. تالت حاجة ممكن يتعمل عيش فينو، فاقدر ان انا اعمله للولاد. يعني المامي الشاطرة اللي عايزة تبتدي تحافظ على صحة ولادها وتخف من الحاجات المضرة اللي هما بيستعملوها تقدر تعمل منه عيش، ونقدر ان احنا نعمل منه سندوتشات للولاد في المدرسة. تمام؟ تمام. طب قررت تسمع كلامي وتاكل بالمعلقة، اكل ايه جنب الفرخة او اللحمة او السمك؟ الرز البسمتي، الخضار كله، عايز تعمله مشوي، عايز تعمله مسلوق، عايز تعمله في الاير فراير، عايز تعمله مطبوخ، كله موجود معانا. البقوليات، عايز تعمل بطاطس مهروسة جنب الاكل او بطاطس في الاير فراير، برضو ما هي موجودة معانا. طيب رابع اختيار بقى، وده انا هخليه لوحده علشان خاطر ده ليه وضع خاص، الرز الابيض. الرز الابيض المؤشر الجلايسيمي بتاعه متوسط، فلو انا مجرد بحافظ على صحتي انا اقدر اكل منه طبعا بكميه معقوله. طب لو انا مريض سكر، لا مش هينفع للاسف، لان هو بيعلي سكر الدم وبالتالي بيعلي انسولين الدم. فده بالنسبه لي مع مريض السكر مش محبوب ومش مفضل.